اليوم يا شباب راح نحكي قصة نادي ريال مدريد من أفضل نادي في العالم إلى مبدل مدربين. راح نحكي ريال مدريد قصة 2025 و2026 وشلون كان أفضل فريق بالعالم عام 2024 وما خسر إلا مباراتين طول الموسم. وبعدها قبل لا نبدأ الفيديو يا شباب لا تنسون ضغط اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس حتى نستمر وياكم بهذا المحتوى وأي محتوى ثاني. تبدأ القصة بشهر السادس من 2024 وبوقتها الريال فايز بدوري أبطال أوروبا وجايب الخماسية التاريخية، فقط كأس الملك الإسباني ما جابه، وكانوا حرفيا أفضل نادي بالعالم لأنه ما خسر إلا مباراتين بس واللي هم كانوا من أتلتيكو مدريد. وبعدها اجى كيليان مبابي من باريس الى ريال مدريد بصفقة انتقال حر، والكل توقع خلاص هيمنة ريال مدريد على كل البطولات و100% السداسية محسومة للريال عام 2025. ولكن يبتدي الموسم بتخبطات إدارية وفنية. الإدارية والفنية نفس الشيء مو؟ بحيث من أول 3 مباريات شفنا تعثر للريال، تعادل للريال يعني ضد نادي يعني ضعيف. ريال مدريد يتعادل ضد نادي ضعيف مثل هذا؟ ولكن الكل قال عادي وراح يكمل الريال مشوار اسطوري لين ما يجي مباراة ريال مدريد وبرشلونة، اول كلاسيكو لريال مدريد او هو اول كلاسيكو بالدوري الاسباني بهذا الموسم اللي هو موسم 24-25 واول كلاسيكو لمبابي. فالمفروض انه يعني الريال يكتسح برشلونة بالتشكيلة بالمدرب وكيليان مبابي اللي هو المفروض انه يكون جوهرة الموسم لريال مدريد، ولكن 4-0 لبرشلونة على ريال مدريد. حرفيا ما حد توقع هذا الشيء، لانه هسه مثلا اكو توقعوا انه برشلونة يفوزون على الريال، ولكن 4-0 وغير هاي اكو جولين للريال نحسبا تسلل، واكو هواي هجمات للريال تسلل، ولكن برشلونة كانوا افضل في المباراة. فيظل يكمل الموسم لحد 2025 تقريبا شهر الواحد او شهر الثاني كأس السوبر. يتأهل الريال من دور نصف النهائي الى النهائي يعني بسهولة، لأنه دائما الريال يعني دائما أو أغلب الأحيان يكون متواجد بنهائي كأس السوبر يواجه برشلونة. الكل قال هذا الانتقام خلص الريال راح ينتقم من برشلونة وراح يفوز، ولكن 5-2 دوري أبطال أوروبا من هذا الموسم، بحيث أنه الريال يجتاز مرحلة المجموعات بالتصفيات الصعود، يعني ما حسم مقعد مباشر دور 16 بالتصفيات صعود. النادي اللي يكون متوقع يكون مركز أول يكون بدور أبطال أوروبا من المجموعات، ولكن راح للتصفيات وتأهل أكيد إلى دور 16، وأكيد يتأهل من دور 16 إلى ربع النهائي حتى يواجه أرسنال. يعني مواجهة عادية مثل أي المواجهات، ما حد يتوقع راح يكون بيها مثلا فضيحة أو شيء، ولكن أرسنال يفوز على ريال مدريد بنتيجة 3-0، وهاي النتيجة بالذهاب بس، يعني لا مو ذهاب وإياب، لا فقط بالذهاب 3-0. اجى إياب المباراة ويعني المفروض التراسور والريمونتادا في فوات على ريمونتادا لريال مدريد، وحتى اني نفسيا كنت متوقع الريمونتادا وقلت خلاص احنا راح نسوي ريمونتادا على ارسنال نتأهل الدور نصف النهائي. ولكن الصدمة اجتي بعد نهاية المباراة 2-1 الارسنال. يعني مثلا لو فايزين 2-0 3-1 4-2 يعني مثلا فارق جولين، نقول حاولنا بقى جول واحد لو جايبيه كان مثلا نتعادل ونروح ركلات ترجيح ونتأهل، لكن أرسنال رجعوا وفازوا 5-1 ذهاب وإياب. ويجي تقريبا طلع الريال بموسم صفري إلا شوية، بقى بس كأس الملك يواجهوا ببرشلونة. وصلوا نهائي كأس الملك نهائي وواجهوا برشلونة. صراحة هاي المباراة كان بها الريال جيد جدا خاصة بعد الشوط الثاني، ولكن
كالعادة تروح الأشواط الإضافية، برشلونة تفوز على الريال 3-2 بعد هدف بآخر الدقائق من الأشواط الإضافية. الكرة بترجع مرة أخرى، الله على لوكا، لوكا يبعدها، لوكا ولكن خاطئة، والتصويبة القوية يا رب، وشبه رسميا يصير خلاص موسم صفر للريال. بقى بس الدوري وفارق النقاط كان كلش كبير يعني بين الريال وبرشلونة. تجي مباراة الريال وبرشلونة والريال يتقدم 2-0، الريال متقدم على برشلونة 2-0، فهذا معناها شنو؟ الريال راح يفوز ويقلص الفارق، وممكن يعني اكو امل، شوية امل انه يفوز الريال بالدوري. برشلونة ريمونتادا 4-2. سجل الريال ثالث لكن ماكو فائدة، تنتهي المباراة 4-3 لبرشلونة، ورسميا برشلونة بطلة لدوري الإسباني. فرسميا الريال طلع بموسم صفري، لكن هذه مو نقطة النهاية، هذه نقطة البداية. تغيير مدرب، تغيير لاعبين، خروج لاعبين، كل هذا على مود شنو؟ على مود الريال يكتسح برشلونة. أنشيلوتي خرج وإجا تشابي ألونسو كمدرب، دين هاوسن، كاريراس، ماستانتون ودين هاوسن، 4 صفقات على مود اكتساح برشلونة واكتساح العالم. ولكن البداية كانت جيدة وجيدة جدا لريال مدريد، بحيث الريال قبل شهر الواحد من 2026 هلقد مباراة خسران فقط. طبعا انا ما اعرف ايش قد، لانه بالمونتاج راح احط ايش قد. هو الريال خسر قبل مباراة برشلونة اللي هي بكاس السوبر. خلينا نرجع قبل كاس السوبر اللي هي مباراة الريال وبرشلونة بالدوري الذهاب. الريال واخيرا يكتسح برشلونة اكتساح، مو بالنتيجة بل بالاداء. تنتهي المباراة 2-1 للريال، ولكن هدفين لغى للريال، وايضا ركله جزاء غير محتسبه للريال، والريال اصلا افضل بهواي افضل من برشلونه. فلذلك الكل متوقع ان ريال مدريد خلاص هيمن على المجره، صار افضل فريق بالعالم، بحيث ما خسر الا هلقى المباريات قبل سنه 2026. وتجي سنه 2026 ويتواجه الريال وبرشلونه نهائي كاس السوبر. الكل متوقع ان الريال راح يفوز، هاي المعطيات الموجودة ان الريال افضل من برشلونة، ولكن برشلونة 3-2 على الريال. اول بطولة من بطولات السداسية تروح، ولكن الحمد لله انه هي مو من الثلاثية، لانه لو كانت الثلاثية تروح الثلاثية والسداسية معا، اما هذه لا، راحت السداسية، بقى 5 بطولات، ممكن يجيبون الخماسية والثلاثية. ولكن بعد هذه المباراة يتم إقالة تشابي ألونسو. إقالة تشابي ألونسو اللي هو تقريبا من أفضل الأندية بالعالم ومن أفضل المدربين بالعالم، أداء أسطوري، ما خسر إلا هلقد مباريات قبل مباراة برشلونة. زين، ليش تم إقالة تشابي ألونسو؟ بسبب هاي اللقطة بس. بسبب إنه فينيسيوس ما قبل إنه تشابي ألونسو يبدله، وانقال تشابي ألونسو. يجي بدأ مدرب اللي هو أربيلوا، اللي هو كان مدرب الكاستيا لريال مدريد. أول مباراة له ويا ريال مدريد يخسر، وبكأس الملك لو مين ألبا سيتي. منو هذا ألبا؟ جوردي ألبا. منو هذا النادي؟ العفو. ألبا سيتي اللي هو بالدرجة الثانية بالدوري الإسباني، الدرجة الثانية يعني حتى مو الدوري الممتاز، لا الدرجة الثانية. وهو حتى بالمراكز الأخيرة يقرب على الهبوط إلى الدرجة الثالثة، يخسر 3-2. فلذلك المدريدية غسلوا إيدهم من أربيلوا. بس أربيلوا حرفيا يعني ما تفتهم من عنده، مباراة سيء مباراة جيد، يفوز على منافس 6-0 يرجع يخسر، يرجع يفوز، ما تفتهم من عنده. لحد ما يجي دوري أبطال أوروبا ونلعب ضد بايرن ميونخ بالذهاب. يا شباب بالذهاب ايش صار؟ بالذهاب انتهت المباراة 2-1 للبايرن. الريمونتادا قريبة، لكن البايرن قوي صراحة، فالريمونتادا مو كلش الناس اهتمت لها، لأنه البايرن أقوى من الريال بهاي الفترة أو بالموسم كامل. هو أصلا البايرن أقوى من الريال،
فبالإياب ما حد يتوقع أن الريال يسوي ريمونتادا، ولكن من أول دقيقة، أول 30 ثانية حتى مو دقيقة، أسرع هدف لريال مدريد في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل على منو؟ على بايرن ميونخ وعلى مانويل نوير. من أول تقريبا 19 ثانية يسجل أردا جولر. طبعا هاي المباراة جدا حماسية، لأن سجل الريال أول، سجلت البايرن تعادل، سجل الريال ثاني، سجلت البايرن تعادل، والريال سجل الثالث، وصارت 3-2 لحد ما تجي الدقيقة 89 البايرن يسجل الهدف الثالث بالدقيقة 89 راح تصير الدقيقة 90، يعني خلص المباراة راح تنتهي، البايرن يجيب التعادل على الريال، وهذا يعني الخسارة مو التعادل، يعني بالذهاب أصلا الريال خسران، فصارت النتيجة 5-4 للبايرن. محاولات الريال باءت بالفشل. الدقيقة الأخيرة الدقيقة 93 أوليسي اللي هو يعتبر من أفضل اللاعبين بالعالم بالنسبة إلي ينهي حلم ريال مدريد. الهدف الرابع للبايرن، تنتهي النتيجة 6-4 البايرن ميونخ على ريال مدريد الذهاب والإياب. تجي مباراة الإياب من الدوري الإسباني ضد برشلونة، كل متوقع انه يفوز برشلونة، وحتى يعني الريال يباوع المباراة، اذا قالوا برشلونة عادي يعني ما يفوز، اذا قالوا الريال عادي ما يفرح، لانه هو اصلا يعني حتى لو فازوا الريال هو يدري 100% راح تفوز برشلونة باللقب، واذا فازوا برشلونة عسموا 1-0 راح يتوجون باللقب قدامنا، يشيلون اللقب قدامنا. فللأسف هذا اللي صار، فازوا 2-0 وشالوا اللقب علينا. برشلونة في كاتالونيا، وقلتها في المباراة، كاتالونيا لن تنام هذه الأمسية لأن هناك احتفالات ينتهي الموسم موسم صفري ثاني لريال مدريد. فشل أربيلوا، فشل تشابي ألونسو، فشل كارلو أنشيلوتي، مع انه بالنسبة لي والله تشابي ألونسو ما فشل، تشابي ألونسو كان جيد كل المراحل، ولكن السبب انه بيريز هو اللي طلعه وهذا كان السبب، ولكن بيريز صحح الخطأ. موسم 2027 تقريبا بدأت المباريات الودية التحضيرية، ولعب الريال 3 مباريات. بس قبل كل شيء مدرب جديد، وبس اسمعوا فابريزيو رومانو ويا الهير ويجو. برناردو سيلفا تو ريال مدريد. Here we go, the deal is Denzel Dumfries to Real Madrid. Here we go, Di La Grid to Real Madrid. Here we go, Mourinho back to Real Madrid. Here we go. خوسيه مورينيو، ماركو كوريا، براهيم كوناتي، دينزل دومفريس، برناردو سيلفا، وأيضا ديومندي وكارلوس إسبي ورودري. 8 لاعبين، انوخر مورينيو لأنه مو لاعب المدرب. 7 لاعبين جدد لريال مدريد، 7 لاعبين: دينزل دومفريس، ماركو كوريا، براهيم كوناتي، برناردو سيلفا، ديومندي ورودري وكارلوس إسبي. ولعب الريال هذا الموسم 3 مباريات، ضد الكوركون 1-0 انتهت للريال، وضد ليغانيز 4-1 للريال، وضد فيورنتينا انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2. إن شاء الله إنه بهذا الموسم 2027 مع التعاقدات ومع الصفقات كلها إن شاء الله نقدر نسيطر على أوروبا. يا شباب هذا كان مقطع اليوم، لا تنسوا ضغط اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل ما جديد، وان شاء الله احاول انه هاي الفتره ما راح اسحب. فبس لنا وصلنا نهايه المقطع، لا تنسوا ضغط اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل ما جديد من قناتي، وبيس اوت فيفا.